أعزائي المشاهدين، برحب بكم في الحلقة 69. جالي سؤال، والسؤال ده اتكرر كتير جدا: إيه اللي دخل الكنيسة الأرثوذكسية في المشاكل العائلية؟ أقول لحضرتك الإجابة: في يوم 26 يناير 2025 كنت أنا والمحامي بتاعي وعمي اللي هو عمل لي محضر بالزور، والمحامي بتاعه حضرة وكيل النيابة. فالمحامي اللي جاي لعمي قال كده نصا: أنا بعتاني الكنيسة الأرثوذكسية. ليه يا عم؟ علشان عم كامل. يا المحامي بتاعي ورى الفيديو لحضرة وكيل النيابة ان ده اللي لابس الجلابيه ده عم كامل، وده انا اللي واقف ناحيه العربيه الحمراء، وعم كامل بيكسر على دراعي العصايه. فالمحامي وراه لي رقم المحضر بالاوراق الرسميه: 1514 جنح اسم اول لسنه 2025. فوكيل حضرة وكيل النيابه قال له: يعني انت اللي ضارب الراجل وجاي تعمل محضر ان هو اللي ضربك؟ ده قدام المحامي اللي اسمه عادل نسيم اللي جاي من الكنيسة الأرثوذكسية. المفترض بقى المحامي ده لو ما كانش عارف ان الراجل ده كذاب، ودي عرف من قدام من لسانه حضرة وكيل النيابة، يعمل ايه؟ المفروض يقول له: يا ريس انا اسف، انا مش هقدر اكمل ولا كنيستي تكمل في الموضوع ده. لكن لا، ده كمل. فخرجنا من عند اوضه حضرة وكيل النيابة. فخارج المحامي اللي اسمه عادل نسيم اللي جاي من الكنيسة الأرثوذكسية فيعمل ازاي؟ خف شوية، خف شوية. خف ايه؟ انا عايز افهم، انا اخف ايه؟ الراجل اللي انت جاي تدافع عنه من الكنيسه الارثوذكسيه سارق ورق الورث من 7 ورثه وانا الثامن بتاعهم. الراجل اللي انت جاي تدافع عنه بلسان وكيل النيابه ان هو ضربني وراح عمل محضر بالكذب، جاي يدافع عن واحد حرامي سارق ورق الورث وعن واحد كذاب، وبرضه مستمر انك تدافع عنه ومستمر انك تقف معاه. ده يدل على ايه بقى يا حضرة المشاهد؟ ده يدل على ان الكنيسة الارثوذكسية اللي بعت المحامي موافقة وراضية وبصمة بكل الرضا على الكذب اللي عم كامل ده بيعمله في المحضر اللي راح عمله بالكذب عن سرقة ورق الورث من ال8 الورثة، انا الثامن بتاعهم، ويقول مش عايز يدينا الورق. عارف ليه؟ لان الكنيسة الارثوذكسية كده سرقة مجد المسيح والقاب المسيح، وبتقول انا كنيسة مستقيمة. الكنيسة الأرثوذكسية زانية روحيا بعبادتها للصور والتماثيل والإكليروس رجال الدين والخبز والخمر والقديسين والملائكة والأجساد، وبتقول أنا ما عملتش اسم. زي أمثال 30:20: كذلك طريق المرأة الزانية أكلت ومسحت فمها وقالت ما عملت إثما. عرفت يا حضرة المشاهد ليه الكنيسة الأرثوذكسية هي ورا الكذب بتاع عمي وهي ورا السرقة بتاعته؟ عرفت هي مدياله ايه وهي وراه في ايه؟ ها، فهمت كده ولا لسه ما وضحش الموضوع؟ فالمحامي بقى بتاع الكنيسه الروسيه ما يسكتش، لا، ده اتصل كلم جوز اختي وقال له ان الراجل ما معهوش ورق. لا، الراجل معاه ورق. وفي 2024 احنا بعتنا لعم انذارات الاول قبل ما نبعت انذارات قبل ما نتجه للمحكمه. قعدنا معاه واتكلمنا معاه، وقعدوا ناس جيراننا مسيحيين ومسلمين وشاهدين بالكلام ده ان عمي قال الورق الورث معاه ومش هديهولكم. شاهدين بالكلام ده، وبعتنا له انذارات، وبعتنا وفي قواضي بينا. ما جبت سيره الكنيسه الارثوذكسيه في اي حاجه في 2024. عارف ليه يا حضره المشاهد؟ لان ما بعتتلوش حد، وكان عنده محامي تاني، محامي هو جايبه. لكن لما الكنيسه الارثوذكسيه تعرف ان الراجل ده راح عمل محضر بالكذب، اللي هو المحضر 1514 جنح اسم اول شبرا الخيمه، وتبعت له المحامي يدافع عنه وهي عارفاه ان هو كذاب وعرفت الكلام ده ومستمره، عيب، عيب قوي. اقول بقى ليك يا حضره المشاهد: حاكم امك، لان الراجل ده مستمد الكذب والسرقه من الكنيسه الارثوذكسيه من تعليمها. اقول لحضرتك ازاي لما يجي يخش الكنيسه الارثوذكسيه ويلاقي الكنيسه بتسرق القاب ومجد المسيح، هيطلع هو التاني يسرق. وده حاصل بين الارثوذكس ببعضهم.
اللي سرق اخوها واللي سرق اخته واللي عم سرق عياله والعمه اللي سرق، كله. فين روح المسيح والمحبه اللي بتتكلموا عليها؟ للاسف الشديد، لان امهم الكنيسه الروسيه زانيه روحيا، سارقه القاب المسيح ومجد المسيح. لما يخش الكنيسه الروسيه ويلاقيها معلقه صور واللي بيسجدوا للخبز والخمر والاكليروس القساوسه رجال الدين وللقديسين والملائكه والاجساد، وتقول انا مستقيمه، وبتكسر تاني وصيه في الرساله 10 خروج 20 عدد 4 و5 و6، وبتسرق وبتزني زنا روحي، هيطلع هو كمان يعمل كده. الكنيسه بصوت عالي الارثوذكسيه خطر على المجتمع المصري. الكنيسه الارثوذكسيه اخطر من داعش. داعش على الاقل بيطلع واضح انه ارهابي، بيقول انا اهو بقتل وبذبح. اما الكنيسه الارثوذكسيه بتنشر الفسق بتاعها بين المجتمع مع الناس المسيحيين الارثوذكس اللي بيتعلموا منها الكذب والغش والسرقه، ويطلعوا يعملوا ده مع الناس. جنبهم ناس زي ما قلت الفيديو اللي فات مسلمين بيشوفوهم بيعملوا ايه، ضميرهم بيتشجع لما اهل الذمه الناس الامنه بيسرقوا بعض، لان امهم الكنيسه الارثوذكسيه بتسرق مجد المسيح. لما الناس الامنه بيكذبوا يروحوا معاه يعملوا محاضر بالكذب زي عم ما عمل فيها محضر بالكذب، لان الكنيسه الارثوذكسيه بتزني زنا روحي وتقول انا مستقيمه. هيعملوا هم ايه؟ فبتنشر الفسق وبتنشر الكذب وبتنشر السرقه. عرفت ايه اللي ورط الكنيسه الارثوذكسيه؟ اسمع كده عزيزي المشاهد وهختم معاك. هوشع 2 عدد 2: حاكموا امكم حكموها لانها ليست امرأتي وانا لست رجلها، لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثديها، لئلا اجردها عريانه واوقفها كيوم ولدتها واجعلها كقفر واصيرها كارض يابسه واميتها بالعطش ولا ارحم اولادها لانهم اولاد زنا. وانت يا بروستانتي اللي بتدافع عن الكنيسه الارثوذكسيه وتقول حرام حرام، اقرا ارميا 3. بسببك انت اللي بتدافع عن الزانيه روحيا يا يهوذا، انت بتخلي اسرائيل تتبرأ. عيب عيب عيب. قول على الصح صح والغلط غلط. هقولها وبصوت عالي وهختم معاكم. الانجيل والمسيح بريء من تعاليم الكنيسه الارثوذكسيه الزانيه روحيا، اللي بتعلم الناس السرقه زي ما هي بتسرق مجد المسيح، اللي بتعلم الناس الكذب انها بتروح تزني زنا روحي وتقول انا ما عملتش حاجه. توبوا وارجعوا للمسيح. سلام.